شعب تاني اعدادي، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا كويسين وكل حاجة تكون ماشية معاكم كويس، ويا رب تكونوا عملتوا كويس في امتحان شهر نوفمبر. طيب تعالى كده يا حبيب قلبي معايا كده في lesson 2 unit 3، اخر lesson في unit 3. طيب احنا بنتكلم على حاجة اسمها السيلر ريسبيريشن. طيب يعني كلمة سيلر ريسبيريشن من الآخر كده حرق الطعام وخروج الطاقة. حرق الطعام وخروج ايه؟ وخروج الطاقة. طيب قبل ما ندخل على حرق الطعام وخروج الطاقة هتكلم معاك في شوية حاجات. الحاجة الأولى هي حاجة اسمها الجاز اكستشينج. يعني كلمة جاز اكستشينج يعني تبادل الغازات. قال لك الجاز اكستشينج دي فايتال بروسيس، عملية حيوية جدا بيعملها الكائن الحي، انسان حيوان نبات. بيعمل ايه؟ قال لك تيك اوكسجين، بياخد الاكسجين. ماشي، بياخده منين؟ قال لك بياخده من الاير او بياخده من الاتموسفير، ويبتدي يجيت رايد، يبتدي يخرج قدامه كربون دايوكسيد خلال عمليه اسمها الريسبيريشن. طبعا الانسان بياخد الاكسجين ويطلع كربون دايوكسيد باستخدام اللانكس اللي هي الرئتين. قال لك الانسان عنده specialized respiratory system، جهاز تنفسي سبيشال يعني مميز، عنده جهاز تنفسي مميز جدا باستخدام حاجه اسمها اللنج. واللنج دي هي المين اورجان، عضو اساسي طبعا 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 طبعا. طب تعالى في النبات بقى. قال لك بقى النبات بيتنفس، خد بالك النبات بيتنفس زيه زي، بيعمل ريسبيريشن، ده غير الفوتوسينثيس اللي احنا اتكلمنا عنها الحصه اللي فاتت. بيعمل ايه بقى؟ قال لك النبات عنده حاجه اسمها ستوماتا. ايه الستوماتا دي؟ دي بتبقى فتحات في ورقه الشجر. الفتحات دي بيبتدي يخرج منها الاكسجين ويدخل لها الكربون دايوكسيد، او العكس يدخل الاكسجين ويخرج منها الكربون دايوكسيد، على حسب هو بيتنفس ولا بيعمل فوتوسينثيس. طيب بيقول لك الاستوماتا دي لما بتقفل بيبقى الاكسجين خارج، ولما بتفتح بتبقى عايزه زي المكنسه كده، فتحت بقها عشان تاخد اكسجين. بتقفل يعني تبتدي ان هي تخرج فتحت بقها عشان تاخد الكربون دايوكسيد، بتقفل عشان تاخد الاكسجين، بتقفل عشان تخرج الاكسجين. ماشي؟ يبقى تاني الاستوماتا دي فتحه طبيعيه جدا موجوده في ورقه الشجر. تمام؟ الفتحه دي بيخرج منها الاكسجين وبيدخل لها ايه؟ كربون دايوكسيد. الاستوماتا دي لما بتفتح بتبقى ايه؟ هتشفط الكربون دايوكسيد، ولما بتقفل بتبقى بتطرد الاكسجين. قال لك البلانت ما عندوش سبيشال ريسبيراتوري سيستم، بس عنده ناتشرال اوبننج، عنده فتحه طبيعيه جدا اسمها ستوماتا موجوده في ورقه الشجر، هي دي اللي بيطلع منها الجاز اكستشينج. طيب بص بقى في شويه حاجات كده، 3 حاجات مهمين جدا 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 جدا. ازاي اقدر اعرف اذا كان في كربون دايوكسيد واكسجين ولا لا؟ قال لك في حاجه اسمها، ركز كده، لايم ووتر. في حاجه اسمها لايم ووتر. اللايم ووتر ده يا جماعه لونها لون الميه عادي، لون الميه عادي. قال لك بس اول ما الكربون دايوكسيد بيدخل لها بيبتدي لونها يتحول لكلاودي، بتبتدي ان هي يحصل لها تربيديتي، بتعكر الميه، شكلها بتعكر. طيب في حاجه تانية اسمها الصودا لايم والصوديوم هيدروكسيد. قال لك الصودا لايم والصوديوم هيدروكسيد ده بيسحب الكربون دايوكسيد اللي في الجو. يعني انا لو حطيته في المكتب عندي هيسحب كل الكربون دايوكسيد اللي في الاوضه، سحابه، مكنسه كربون دايوكسيد، مكنسه اسمه صودا لايم او صودا لايم وصوديوم هيدروكسيد. حلو كده؟ صودا لايم والصوديوم هيدروكسيد ده اللي بيسحب الكربون دايوكسيد. وفرق ما بين اللايم ووتر ما بتسحبش الكربون دايوكسيد، لا، هو لو دخل لها الكربون دايوكسيد بيعكرها. لكن دي المكنسه اهو، دي السحابه اللي هي الصودا لايم والصوديوم هيدروكسيد. طبعا الصوديوم هيدروكسيد NaOH. في بقى حاجه اسمها الميثايلين بلو. قال لك الميثايلين بلو ده بقى لونه ازرق. قال لك لونه بيختفي في عدم وجود الاكسجين.
يعني لو مفيش اكسجين لونه بيختفي. متخيل؟ لو مفيش اكسجين لونه بيختفي. طب لو في اكسجين هيثبت، لونه هيفضل ازرق. يبقى امتى لونه بيختفي ازرق؟ يبقى لبني سماوي أو ابيض شفاف لو مفيش اكسجين. طب لو في اكسجين، الاكسجين يثبته، يقول لي اللون اثبت يا ميثايلين يا بلو يا اثبت. ايه ده؟ الاكسجين يثبت اللون. طب لو الاكسجين مش موجود، اللون بقى ايه؟ يروح ويجي بقى ويفتح ويغمق ها؟ يبقى الميثايلين بلو ده اللي بيكشف لي عن الاكسجين. اللايم ووتر ده اللي بيكشف لي عن الكربون دايوكسيد. والصودا لايم دي اللي ايه؟ مكنسه الكربون دايوكسيد. طيب قال لك اللايم ووتر، الكلير لايم ووتر اللي بكشف بيها اذا كان في كربون دايوكسيد ولا لا عن طريق لونها بيعكر. قال لك دي تبقى عباره عن كالسيوم هيدروكسيد. الماده الكيميائيه اهي كالسيوم، وده الهيدروكسيد، ده بوزيتيف 2، فافتح براكت احط هنا 2، وهنا ما حطيتش حاجه عشان الاو اتش بنيجاتيف 1 بس. قال لك الصودا لايم بقى عباره عن ايه؟ قال لك الصودا لايم بيبقى سوليد ميكتشر، خليط صلب. عارف يعني ايه خليط صلب؟ عارف لما تنزل تجيب كوتش جديد بيبقى فيه كده كور كده محطوطه في الكوتش، ها؟ عشان ايه؟ الريحه. الكور الصغيره دي هي شبه الايه؟ شبه الصودا لايم. دي بتبقى عباره عن ايه بقى الصودا لايم دي؟ صوديوم هيدروكسيد وكالسيوم اوكسيد. يعني بتبقى عباره عن NaOH وCaO كالسيوم اوكسيد وصوديوم هيدروكسيد. قشطه الكلام؟ طيب بص بقى، واحده واحده وتاتا تاتا. احنا كده عندنا كام ماده؟ 3 مواد. ماده اسمها الميثايلين بلو، دي بكشف بيها عن الاكسجين. ازاي؟ لو الاكسجين مش موجود اللون هيبتدي يروح ويجي واللون هيختفي. طيب اللايم ووتر لو في كربون دايوكسيد اللون هيعكر، بدل ما هي شفافه هتعكر. طيب الصودا لايم دي حاجه زي المكنسه، بتسحب الكربون دايوكسيد اللي موجود في الجو، تسحبه ببقها بس. طيب بيقول لك هجيب نبات، وركز كده. بص ده نبات. النبات ده ايه؟ حاطط نبات وقافل عليه بكوبايه مثلا بايركس او كده. طيب ده النبات اهو. النبات ده محطوط معاه ايه؟ قال لك محطوط معاه كلير لايم ووتر. حلو كده، ومقفول عليهم. طب جميل. السؤال بقى، هل النبات بيطلع كربون دايوكسيد؟ وهو بيتنفس. طب بياخد اكسجين؟ وهو بيتنفس. طب هل بيطلع اكسجين؟ طب بياخد كربون دايوكسيد؟ وهو بيعمل حاجه اسمها فوتوسينثيس. جميل الكلام؟ طيب بص بيقول لك ايه؟ بيقول لك داي تايم. يعني كلمه داي تايم يعني خلال وقت الظهر، يعني في الصبح وفي الليل. الصبح يا ولاد النبات بيبقى بيعمل فوتوسينثيس. طب لما بيعمل فوتوسينثيس، قال لك النبات بيعمل فوتوسينثيس فبيشفط الكربون دايوكسيد، فبالتالي اللايم ووتر لونها هيعكر؟ لا، لونها مش هيعكر. ليه؟ لان النبات مش مدي فرصه للكربون دايوكسيد ان هو يروح لللايم ووتر، هو بياخده عشان يعمل فوتوسينثيس. طيب تعالى بالليل النبات بيتنفس، فبيعمل ايه؟ بيخرج الكربون دايوكسيد اثناء الريسبيريشن، فالكربون دايوكسيد ده بيروح ايه؟ لللايم ووتر يعكرها بس. طب لو عملت نفس العمليه وحطيت بقى ميثايلين بلو، اعكس الصبح النبات بيعمل ايه؟ بيعمل فوتوسينثيس، فهيخرج اكسجين، فالاكسجين ده هيروح للميثايلين بلو يثبت اللون بتاع الميثايلين بلو مش هيتغير. طب بالليل، قال لك بالليل النبات عمال ياخد الاكسجين ويطلع كربون دايوكسيد عشان بيتنفس، فطبعا النبات عمال يسحب في الاكسجين، فما فيش اكسجين، وطالما ما فيش اكسجين اللون بيروح ويجي بتاع الميثايلين بلو، فاللون هيبتدي يختفي تدريجيا. طب تعالى هنا، قال لك انا هنا بقى ايه؟ حاطط صودا لايم. ايه الصودا لايم دي؟ حاجه صلبه كده شبه الدقيق، شبه النشا.
قال لك الصودا لايم دي هتسحب الكربون دايوكسيد. طب اسال سؤال، هو كده النبات مش الصبح بيعمل فوتوسينثيس؟ يا فتح يا عليم كده الصبح بيعمل فوتوسينثيس. طيب الفوتوسينثيس هتقف ليه؟ لان الكربون دايوكسيد مش موجود، حصل له ديبليجن. كلمه ديبليجن يعني اختفاء. اختفاء، ما بقاش فيه اي كربون دايوكسيد، بقى فيه اختفاء، ما فيش كربون دايوكسيد، الفوتوسينثيس هتقف، بقى فيه ديبليجن، بقى فيه اختفاء من الكربون دايوكسيد. حلو الكلام. طب الريسبيريشن؟ لا، الريسبيريشن شغال عادي، الريسبيريشن شغال عشان فيه اكسجين. يبقى الصبح الصودا لايم امتصت الكربون دايوكسيد، فالنبات مش هيعمل فوتوسينثيس، خلاص الريسبيريشن مش شغال. بس بعد فتره قال لك بعد شويه النبات هيخلص كل الاكسجين، فالريسبيريشن كمان بعد فتره قصيره جدا الريسبيريشن كمان هيقف. ليه؟ عشان كل الاكسجين خلص، كل الاكسجين خلص، خلاص الاكسجين كله خلص. يعني الصودا لايم دي بتبوظ الفوتوسينثيس على طول، وبتبوظ الريسبيريشن بعد حبه، لان النبات بيخلص كل الاكسجين. لان خد بالك النبات مقفول عليه، فاحنا حاطين نسبه اكسجين وكربون دايوكسيد، يعني ما فيش اكسجين هيجي له من الجو، ما انا قافل بايه؟ قافل بكوبايه بايركس او غطا بايركس او حل، قافل عليه، تمام؟ فاللي هيروح منه خلاص. قشطه الكلام. تاني، حاطط نبات وقمت قافل عليه وحطيت معاهم لايم ووتر. طيب قال لك الصبح اللايم ووتر لونها مش هيجرى له حاجه، هتفضل شفاف، لان النبات سحب كل الكربون دايوكسيد، مفيش كربون دايوكسيد هيروح لللايم ووتر. طب بالليل عمال يطلع في كربون دايوكسيد، فهيروح لللايم ووتر يعكرها. الاكسجين، النبات بيعمل فوتوسينثيس عمال يخرج اكسجين، فالميثايلين بلو لونه هيفضل زي ما هو، لان الاكسجين بيثبت اللون ده. طب بالليل عمال يسحب في الاكسجين، مفيش اكسجين، فاللون هيبتدي يتغير. الصودا لايم بتعمل ايه؟ بتسحب الكربون دايوكسيد، فالنبات مش هيعمل فوتوسينثيس، الريسبيريشن شغال، لان الصودا لايم بتسحب الكربون دايوكسيد، ملهاش علاقه بالاكسجين. بس بعد فتره النبات عمال يستهلك الاكسجين كله اللي موجود، والنبات نفسه ما بيعملش فوتوسينثيس، فما بيطلعش اكسجين مقابل اللي عمال ياخده، فبالتالي عمليه الريسبيريشن هتقف بعد شويه. ده اللي بيحصل الصبح، ده اللي بيحصل بالليل. اللي بيحصل الصبح قال لك بيحصل فوتوسينثيس. طب اللي بيحصل بالليل؟ بيحصل فوتوسينثيس برضه ريسبيريشن، بس ايه؟ الريسبيريشن اكتر شويه، لان الفوتوسينثيس بتبقى مينلي خد بالك النبات الصبح بيعمل فوتوسينثيس وريسبيريشن، بالليل بيعمل ريسبيريشن بس مفيش فوتوسينثيس خالص، لان مفيش اصلا لايت. مفيش لايت، هيجيب لايت منين؟ ما هو النبات عشان يعمل اسمها عمليه البناء الضوئي، يعني النبات بيبني جسمه، بيعمل اكله عن طريق استخدام اللايت، فبالليل مفيش لايت فمفيش فوتوسينثيس، في تنفس. طب الصبح؟ لا، الصبح بيبقى فيه فوتوسينثيس طبعا وفي ريسبيريشن. الفوتوسينثيس عكس الريسبيريشن، النبات بياخد الكربون دايوكسيد ويطلع اكسجين، ده لو فوتوسينثيس. طب لو بيتنفس بياخد اكسجين ويطلع كربون دايوكسيد. طيب طبعا في ناس كتير دلوقتي قاعده مستغربه، تقول لي هو النبات مش بيعمل فوتوسينثيس؟ احنا ما بنعملش. طب النبات بيتنفس زينا؟ بيتنفس زينا. ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها الاستوماتا، فتحات في الليف. طيب دي ورقه شجر، الجزء ده متغطي والجزء ده متغطي، الجزء ده اللي هيعمل فوتوسينثيس، الجزء الاخضر هو اللي هيعمل فوتوسينثيس، واللي متغطي مش هيعمل. طيب دي ميه عادي، النبات ده هيعمل فوتوسينثيس. طب دي ايه بقى؟ دي حاجه اسمها صوديوم هيدروكسيد، اللي هو الصودا لايم. الصودا لايم اللي بتشفط، اللي بتسحب الكربون دايوكسيد، فبالتالي النبات مفيش كربون دايوكسيد فمش هيعمل فوتوسينثيس. طيب الورده الثانيه، قال لك الورده الثانيه مش هتقدر تطلع اكسجين عشان الفوتوسينثيس ما حصلتش. قال لك ليه؟ بسبب عدم وجود الكربون دايوكسيد، مفيش كربون دايوكسيد. ليه؟ كربون دايوكسيد امتص كله بالصوديوم هيدروكسيد. الصوديوم هيدروكسيد اتفقت معاك ان هو الصودا لايم، اللي هي المكنسه اللي بتسحب الكربون دايوكسيد. الورقه الثالثه اللي هي دي، قال لك هتطلع اكسجين عشان
في كربون دايوكسيد، مفيش صودا لايم، في كربون دايوكسيد، انا حاطط ميه اصلا. فيحصل فوتوسينثيس عادي، مفيش حاجه هتسحب الكربون دايوكسيد. الورقه الاولى بقى قال لك هتعمل ستارش. كان فورم ستارش، قول لي الجزء اللي هيعمل نشا هو الجزء اللي مش متغطي. ليه؟ عشان الجزء اللي مش متغطي فيه كلوروفيل، فهيمتص الضوء، فالضوء مع الكربون دايوكسيد مع الميه هيحصل فوتوسينثيس. لكن الجزء اللي متغطي مفيش كلوروفيل، كلوروفيل متغطي، فالامتصاص هيبقى وحش. تعال على السيلر ريسبيريشن. اكتب كده بالعربي، السيلر ريسبيريشن هي عمليه حرق الطعام وخروج الطاقه. قال لك دي كاتابوليك بروسيس. كلمه كاتابوليك، بص، جسمك بيعمل حاجه اسمها ميتابوليك رياكشن، تفاعلات ميتابوليك. التفاعلات الميتابوليك دي بتشمل نوعين من التفاعل، انابوليك، انابوليك، ونوع تاني اسمه كاتابوليك. ايه الكاتابوليك؟ تكسير الاكل. انابوليك بناء الاكل. بس كاتابوليك وانابوليك بس كده. قال لك الكاتابوليك بروسيس عمليه تكسير الاكل. قال لك take place، دي عمليه بتحصل inside the living cell، عمليه بتحصل داخل الكائن او داخل الخليه بتاعه الكائن الحي. قال لك الكميات الكبيره من الاكل، الموليكيولز الكبيره بتاعه الاكل زي الجلوكوز، بتبتدي ان هي يحصل لها بروكن داون، بتبتدي ان هي تتكسر. طب بتتكسر ليه؟ قال لك بتتكسر لحاجات اقل. طب مين اللي بيكسرها؟ قال لك الاكسجين. يبقى السيلر ريسبيريشن ده بيحصل جوه الخليه، الاكل الكبير زي الجلوكوز بيتكسر في وجود الاكسجين. وقال لك الاتومز دي بقى اللي طلعت نتيجه الموليكيولز اللي اتكسرت ري ارينجد، بيتم اعاده ترتيبها، تبتدي تترتب من اول وجديد وتعمل لي موليكيولز اصغر زي الكربون دايوكسيد والووتر، وبيخرج حاجه اسمها اي تي بي. بس يبقى انت بتاكل مثلا انا هاكل فرخه، هاكل 10 ترغيفه مثلا، الاكل ينزل معدتي تهضمه، حلو، بعد ما تهضمه تكسره، بعد ما تكسره يبقى عندي جلوكوز، الجلوكوز ده يدخل له الاكسجين، يمسك الجلوكوز ده تك 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 يكسره يدغدغه، فيتحول من جلوكوز لكربون دايوكسيد ووتر واي تي بي. ايه ده مش فاهم؟ اهو تعالى اقول لك. ادي يا باشا الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6 زائد الاكسجين، الاكسجين يمسك الجلوكوز يدغدغه، فيتحول الجلوكوز الكبير ده لكربون دايوكسيد ووتر وطاقه اي تي بي. الطاقه دي بقى احنا بناخدها نبتدي ايه؟ نبتدي نعمل بيها الاكتيفيتيز بتاعتنا. طيب السيلر ريسبيريشن، العمليه اللي انا قلتها دي ان الجلوكوز يدخل عليه الاكسجين يكسره ويدغدغه ويدشمله ويطلع عندي كربون دايوكسيد ووتر فيبر واي تي بي. ده بيحصل فين؟ بيحصل في حاجه اسمها ميتوكوندريا. حاجه اسمها ميتوكوندريا. في ولد شاطر يقول لي يحيى عمليه السيلر ريسبيريشن دي عكس الفوتوسينثيس. اقول لك خد دي بقى، صح، برافو عليك. عمليه السيلر ريسبيريشن هي عمليه معاكسه للي حصل في الفوتوسينثيس، عمليه عكسيه، عمليه معاكسه للي حصل في الفوتوسينثيس، معاكسه. اللي حصل في السيلر ريسبيريشن عكس اللي حصل في الفوتوسينثيس. في الفوتوسينثيس باخد الميه، باخد الكربون دايوكسيد، باخد الضوء، اطلع جلوكوز واكسجين. السيلر ريسبيريشن جلوكوز اكسجين بيطلعوا كربون دايوكسيد ووتر، عكس بعض. الفوتوسينثيس بتحصل في النبات بس في حاجه اسمها كلوروبلاست. السيلر ريسبيريشن بيحصل في حاجه اسمها الميتوكوندريا، سواء بقى ايه، انسان، حيوان. طيب ده شكل الميتوكوندريا، حلو كده. ده شكلها شبه الفوله، شبه الفوله، حته الفوله الحيراتيه اهو. عباره عن ايه بقى؟ عباره عن غشاء خارجي وغشاء داخلي، غشائين. طيب الغشاء الداخلي والغشاء الخارجي بينهم حاجه اسمها سبيس، فراغ، حلو كده. طيب بعد كده في حاجه اسمها ماتريكس. الماتريكس دي جوه الغشاء الداخلي.
بعد كده في حاجه اسمها الدي ان ايه اللي هو شايل الصفات الوراثيه. بعد كده في حاجه اسمها جرانيولز، حبيبات كده. بعد كده في حاجه اسمها كريستي. ايه الكريستي دي؟ اللواليو دي، اللواليو دي اسمها كريستي. ماشي. بعد كده في الرايبوزوم، نفس الكلام اللي احنا قلناه في الكلوروبلاست. بس خد بالك، انا في الكلوروبلاست اتكلمت على 3 حاجات: الاستروما اللي فيها الانزيم عشان انا عايزها، الجرانا او السايلاكويد اتكلمت عنها عشان عايزها، والدبل ممبرين اتكلمت عنهم عشان عايزهم، الباقي ما اتكلمش عنه. نفس الكلام هنا هيحصل، في حاجات هتكلم عنها. طيب الميتوكوندريا، الاوتر ممبرين، انر ممبرين، ماتريكس، كريستي، دي ان ايه، الكلام ده كله. قال لك الميتوكوندريا دي سبيشاليزد اورجان سبيشال، ليه صفات خاصه، شبه الفوله الحراتيه، موجود في معظم الخلايا الحيه، انسان حيوان نبات. قال لك الميتوكوندريا دي بتشتغل وهي كانها محطه توليد طاقه. طب محطه توليد طاقه منين؟ من الاكل. الاكل بتمسكه تطلع منه طاقه. موجود فين؟ موجود في كل الخلايا، انسان حيوان نبات. طيب الهدف ايه؟ طبعا الهدف ان احنا نولد طاقه من الاكل. طيب احنا بقى في الاوتر ممبرين، في الانر ممبرين هنتكلم عنها، في الماتريكس، تمام؟ وبعد كده هنشوف الميكانيزم اوف سيلر ريسبيريشن. طيب تعال نشوف الاول الدبل ممبرين. قال لك في اوتر ممبرين وفي انر ممبرين. الاوتر ممبرين هو اللي بره خالص، ده ناعم، ده ناعم، جدار ناعم من بره، بيحمي مكونات الميتوكوندريا، بيحمي كل المكونات بتاعه الميتوكوندريا، هو بيحميها. زي ايه؟ اهو عندك الجرانيول والماتريكس والدي ان ايه والرايبوزوم اللي بيحميها الاوتر ممبرين، الغشاء اللي بره الناعم ده، الغشاء اللي بره الناعم. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه ريجوليت، بينظم الانتري اند الاكزit، بينظم دخول وخروج المواد سواء للميتوكوندريا او خارجه من الميتوكوندريا. يعني الحاجات اللي داخله للميتوكوندريا بتعدي الاول بالاوتر ممبرين، واللي خارجه بتعدي الاول بالاوتر ممبرين. الانر ممبرين بقى، قال لك الانر ممبرين بيبقى فولدد، ملولو ومتني كده، ملولو ومتني اهو، اهو لوليو يم اهو، بص ملولو. وقال لك بيعمل حاجه اسمها كريستي، اللوليو دي اسمها كريستي. يبقى الانر ممبرين ملولو واللوليو دي اسمها كريستي. طب ايه الهدف؟ اللوليو دي تمام بتزود السيرفيس اريا، بتزود، يعني مثلا انا عندي البنطلون مثلا مفروض اهو، صح؟ احنا لو حطيت مثلا 10 بناطيل مفروضين هياخدوا ايه؟ مساحه كبيره. لا احنا بقى ايه؟ بنقوم مطبقينهم كده، مطبقينهم عشان وقت ما يجوا يتفردوا ياخدوا مساحه ايه؟ اكبر بكتير. فاهمين الفكره؟ زي بالظبط اقول لك، عارف العربيه؟ عارف بقى البتاع اللي بنغطي بيها العربيه بالليل، اللي هي الكفر بتاع العربيه؟ الكفر ده الراجل بيقوم بالليل فرده واخد مساحه كبيره، صح؟ بس هل هو جوه العربيه واخد نفس المساحه؟ لا، الراجل بيقوم ايه؟ برمه كده وملوليه وحطه في الشنطه، بياخد مساحه صغيره قد كده. نفس الكلام الانر ممبرين ده ملولو ومتني. ليه؟ عشان هو واخد مساحه كبيره، واخد مساحه كبيره جدا جوه الميتوكوندريا، والمساحه الكبيره دي بتساعد ان الرياكشن بتاعه السيلر ريسبيريشن تبقى حلوه. يبقى الانر ممبرين الملولو واللوليو دي اللي اسمها كريست دي بتزود السيرفيس اريا فور رياكشن، بتزود مساحه السطح للتفاعل. قال لك اند بروديوسنج مور انرجي، وتطلع انرجي اكتر. ما خد بالك، كل ما التفاعل بقى احسن، كل ما الجلوكوز اتحرق اكتر، كل ما الطاقه هتبقى احسن. طب كل ما التفاعل كان قليل، كل ما الطاقه هتبقى قليله، وكل ما الدنيا هتبقى مش احسن حاجه. بعد كده الماتريكس. ايه الماتريكس بقى؟ اهو الماتريكس اهي، اللي هو السائل ده، ماشي؟ قال لك الماتريكس دي، قال لك ده فلويد، سائل انكلوزد جوه الانر ممبرين، محاوطه الانر ممبرين، مليان انزيمز. ايه ده؟ ده كده الماتريكس دي في الميتوكوندريا زي الاستروما في الكلوروبلاست، ده بنجمع معلومات.
الاستروما اللي كان فيها السائل اللي فيها الانزيم زي الماتريكس سائل فيه انزيم. طب ايه الهدف من الانزيم؟ اتفقنا يكاتالايز، يسرع التفاعل او التفاعلات اللي بتحصل جوه الميتوكوندريا. قال لك في بعض الخلايا زي الكبد زي العضلات بيبقى فيها ميتوكوندريا كتير. ليه؟ عشان نطلع طاقه كتير. ما كل ما الميتوكوندريا تكتر اكتر كل ما الطاقه اللي هتطلع هتبقى اكتر واكتر. بس طيب هنقف لحد هنا هنقف لحد هنا ان شاء الله. تمام. والجزء الثاني من الدرس هنتكلم على الميكانيزم اوف سيلولار ريسبيريشن، ازاي بيحصل سيلولار ريسبيريشن جوه الميتوكوندريا، لان ده شيء مهم. تمام. الفيرست ستيج، سكند ستيج، وبعد كده نخلص والاي تي بي والكلام ده كله، ونتكلم على الميتابوليزم اللي هو بناء الاكل وتكسير الاكل، وكده نبقى خلصنا وحده من الوحدات التقيله جدا. وبعد كده ندخل على يونت 4 ان شاء الله. شكرا، اشوفكم على خير. باي باي، سلام.